السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجنا كوباية الشاي. معنا الليلة ضيفنا جديد الشاعر عبد الله أزرق. شاعر عبد الله أزرق، مرحبا بك. مرحب بك كزم، ومرحب بكل المتابعين الكرام، وإن شاء الله كده نتمنى إنه ننفق وقت مثمر وجميل بصحبة الشاي والشعر بصحبتك أنت كزم إن شاء الله. مرحبا بك للمرة الثانية الأستاذ شاعر عبد الله أزرق. عبد الله أزرق، نحن حابين من البداية تتحدث لنا عن بدايتك، كانت كيف؟ شكرا كزم. فالحقيقة إنه بدايتي كانت بدايتي للشعر، واللي هي بدايتي أنا لمحبتي للغة العربية أصلا في الأساس الأول، لأنه أنا زمان كنت صغير في الأساس. أنا كان بعرف شنو يعني منصفات، شنو يعني معلقات، لأنه كان عندي أختي ياسمين أزرق، كانت شايلة حاجة اسمها اللغة العربية المتقدمة، اللي هو النقدية. دي الناس الميثاق الأدبي كانوا هم بيشيلوا الحاجة دي في الزمن ده. أيوة صح. فياسمين دي كانت شايلة النقدية، وكانت بتقرأ القصائد، يعني المعلقات. أنا القصائد الجاهلية بتاعت العصر الجاهلي دي كلها كان عاشرتها وعرفتها. عرفت منو طابة شرا، عرفت منو عنتر بن شداد، لدرجة إنه أنا كان بتحفظني النصوص المطالعة بتاعت الأدب اللي في سنة ثالثة. أيوة. أنا كان بتذكر في امتحان في الأساس إنه امتحان شفاهي كده، نادوني أنا أقري والزمن فات، فالأستاذة قالت لي ممكن تجي تاني يوم. فأنا حفظتني المطالعة دي ياسمين، لدرجة إنه أنا جيت تاني يوم هي بتقول لي تابع في الأسطر، وأنا بتكلم لها حفظتها عناية شفاهة، فهمتها. أيوة. حرفيا كده بديت بقرا لها، يعني النص ده كامل كده قريته لها بدون ما أنا أركز في الحاجة دي. فإنه أنا بدايتي للشعر دي جزء، يعني امتدادها كان من هنا، يعني امتدادنا لمحبتي للغة العربية، فإنه هي ده أضافت لي الكثير. بعد ذاك إنه لما جيت قدام عرفت إنه الشعر هو رسالة، قبل إنه يكون كلام مسجوع، يكون كلام مغفى، يكون كلام منمق، إنه رسالة، وأي إنسان في المجتمع بتاعه عليه رسالة إنه يوصلها. فأنا شفت أقرب حاجة لي إنه أوصل بها الشعر، والشعر هو الشاعر، يعني هو لما يكون في المجتمع هو لسان المجتمع، يعني هو اللي بينقذ المجتمع. أي حاجة ظهرت في المجتمع، هو الشاعر اللسان بتاع المجتمع، هو اللي بيوصلها يعني بطريقته الشعرية. فدي البداية يعني. كويس. حبينا نعرف عن البداية، فقلنا نعرف إنك بديت كيف وعرفنا الآن. دارين نص من البداية كده، نحاول نفق به الجو. أوكي جميل. النصوص البدائية اللي أنا كان كتبتها في بداية المراهقة الكتابية يعني كانت نصوص مرتجلة. فتاني نص لي أنا ممكن أقول لك، والزمن ده أنا كنت في المرحلة الأولى من الجامعة يعني. برلو. آي. النص: حبيبتي في آخر الغرب، وحبيبتي في آخر الغرب مرسومة في داخل القلب، ذكراها كانت في الخيال، لا يوم تفارقتني وتصب، وتكتم الآهات براي، وتناسى ظلمات البعد. إحنا بنحب الأمسيات، أردمتها الوادي النسيم، الموقف اللي فيه النعيم، الصينية بالشارع القديم، هبة نسيم والجو عصير، النية لجلسات صغار ممزوجة بلحن الكلام، مزقية بدرر العبير، جبنة هبة جنبة حمودة ودكان حسين، نتعاطى حكات من قليب يحل يزول بعيد سافر زمان، وخاطره في داخل الوريد، تشيله تدفق العروق، تديه لعصب السكون، ما دل الحنين الساكن اصطفى فوق هناك، حارف فيه لزمن طويل، وجلسة حنينة في الخاطر، صلاة درويش حلم أطفالنا لي باكر، محبة وإلفة بإخلاص، فيا الحزن الرجع من داس، إذا أوجعنا كانت ليل أكيد وجع البلد أكبر، بلد محكور وستف لي طيور سايرة، شايلة زوادة من النيل، وهاجر دياري ليها سنين، تفتش ليها حبة غود، تسامر الليل مع القمرة، دخلنا عليها من الباب لقينا العش ولوه تراب، قعدنا نفتش الأسباب لقينا الظلم كان في الباب، أجمل صحاب قاعدين، أجمل رفاق قاعدين ببسمة متقابلين، رديت بأعلى غناي أنا باختصار سودان، تلقى الصحاب في قفقجو رسمين زفاف، ورمال تحني إيد عروس، القارة تمسح دموع طفيلة تأخرت من العرس. مين قال لك المسكين ضليل؟ كذاب بيهدي الشمس نار، أطفال حفاية وهودنا، وبنية من طرف البلد تلملم كراريس السواد. مش علموك في المدرسة غير الكذب، وصغير مرجع ثوبه بيهشلي الغنم، وصغير مرجع ثوبه بيهشلي الغنم، راعي الفريق
كيف يعرف فيك حال هناك؟ مين السرق منك لغاك؟ تابوت بيرحل كل يوم حاملاه ايدين انقبش، كافيها نار الانتظار والظلم صير الناي تعيش البايد، قمرية تقوقي على الحايط كرنك معروش، والمطرة تصب والدنيا ظلام تنبت احلام، تاه القطيع حماقة يا سيدي، اترك حماك على الوحن، اعلن جفاف الارض تهشما، جن الرعية في بلادي، اما القطيعة فلا حرج. شكرا جزيلا. أما القطيعة فلا حرج. شكرا عبد الله أزرق. عبد الله أزرق، في كثير من المواقف خلت الشعراء يكتبوا كثير، بما إنه الأدب مقسم لمدارس، فأنت اخترت يا مدرسة عشان توصل بها. اوكي، ده سؤال محترم شديد وسؤال جميل يا كزم. فانه في مواقف كثيره بتخليك انك انت تكتب، وحقيقه اختيارك للمدرسه اللي انت بتوصل بها دي برضه حاجه مهمه شديد في الادب. فانا بالنسبه للمدرسه اخترت مدرسه صعبه شديد اسمها المدرسه الرمزيه. فالمدرسه الرمزيه دي هي مدرسه رساليه اكتر، بتتيح لك انك انت توصل المعنى من دون جهد، يعني زي جهد شاق كده، زي مثلا زي الشعر الجاهلي، زي الشعر، زي المدارس العاميه، المدارس كده. دي بتحتاج انك انت شنو، تكون عندك غافيه معينه، ضروري كل شويه تماسكها، موسيقتك تتماسك. فالمدرسه الرمزيه في نفس الزمن هي ما بتهتم بالغافيه كتير، لكن بتهتم بالموسيقى. يعني انت النص بتاعك ده موسيقته ضروري تكون شنو، موزونه، لكن ما شرط انه الغافيه تجي في نفس الزمن. يعني زي القصائد العموديه دي ما بالطريقه دي، فهمت؟ والمدرسه دي بتهتم بالمعنى اكتر، في انه شنو، يعني اللفظ ما مهم شديد في المدرسه دي يعني. وبتتيح للانسان المتلقي، اي الانسان اللي بيستمتع للادب، يفكر بطريقته. يعني الانسان اللي بيفهم بعمق شديد قادر انه يحفر اكتر، يقرا قرايه فاحصه في النص بتاعك، اي النص بتاع الانسان المبدع اللي قدمه ده بيفهم. والانسان البسيط اللي بيفهم مباشر برضه بيلقى نفسه، يعني يزول بيفسر شنو حسب تفحصه وحسب العمق بتاعه. وفي نفس الزمن انه شنو بتوصل رساله اكتر. يعني زي ما عرفنا انه الشعر شنو رسالي، فهي بتوصل رساله اكتر من الشعر القديم المحنط القديم يعني. أيوة ده. فده السبب اللي خلاني انا شنو اكتب بالمدرسه الرمزيه. والمواقف، يعني الشاعر هو زي ما قلت لك لسان القوم بتاعه، فانت قاعد في مجتمعك ضروري بتكون مشحون بكميه مشاعر شديده. صح. يعني زي انا عبد الله زرق ده كنت مشحون بذكريات، بحاجات كتير. انا لما مشيت الجامعه، ويعني ذكريات الطفوله، السرحه، الوادي، حاجات كتيره جميله شديد، جماليات يعني ما محدوده، فهمت؟ فدي إنها شنو، دي بتجي بتتشكل، بتطلع منك شكل نص. يعني في نفس الزمن وانت بتكون بتراعيهم الناس اللي انت كان شنو بتعايشهم، يعني في خلال تحركاتك اليوميه، مجال عملك، شغلك، الناس اللي بتلاقيهم كتار ديل هم اللي بيخلوا النص بتاعك ذاته. فانت يعني بمحاوله منك انك تنقذ زول، مثلا انك توصل صوت زول هو بسيط، انت مفتكر انه ما حيوصل، ما في زول يسمعه، فانت بتحاول شنو بتوصله بالشعر ده. فالمدرسه دي إنها شنو زي ما وريتك بتديني كل حريتي اني اكتب، ما بتغيرني في الكتابه اكتر، فهمت؟ فده السبب اللي انا اخترت المدرسه دي. فكتبت قلت شنو أنت هنا؟ الحقيقه نص مع نص. تحلم حبيبتي بالغناء، صدر المعنى خلف جدران النام، ضباب الشعر المغفى، أناشيد الطفولة في سباق الحلم، رسائل المواعظ المدفونة، غير صوت الحبيبة يطرب العصفور فينساب دمها لهوا وصفا هجاء، أنكروا صوتها في مجالس الوعظة وسموه جحيم، وزنوها بغسطاطهم يعوجوا فانحست لها وانحازت إلى الفقراء، وأطفال على رصيف الجب ينتظرونها أملا بعيد المراني يستغيثونها من هشاشة الأرض لعلها تخرج من نشيد الطفولة من جالوسها المعطر وكرنكها المعروش من الليل، نوبات الذكر ترانيم المعابد صهيل الخيول، كثوب درويش لونته الحياة بريشة الذكر فيندب الحياة ويندبه النسيان، تحلم حبيبتي بالغناء. عبد الله أزرق، فنحن تابعنا كتاباتك ووجدنا كتبت عن أشباح كتير، فسر الأشباح شنو يعني؟ ممكن توضح لنا هنا؟ كويس. فالأشباح دي يعني مساحة كبيرة شديد، مساحة وجدانية، فهمت؟ يعني احنا كنا في السنة الثانية في الجامعة،
كنا ساكنين في بيت شباب كلنا يعني، والشباب ديل كلنا اي زول من ولايه براو، فهمت؟ يعني نحن كلنا وطن مختلفين شديد، في الجغرافيا مختلفين، حتى في، وكلنا كنا مبدعين اي زول بطريقته يعني. اللي هو اخوي عبد الرحيم سلك من اللبيض، ده كان فنان بارع صداح شديد. ده لما يصدح يعني بحاكي البلوم، انا بقول لي ده كلامي لك له. تحية من هنا. الله يخليك، التحيه له عبد الرحيم سلك. واخونا صوص لاعب كوره بارع، وادم سليمان يهودا الشيخ بتاع انصار سنه على شاهد كولينغ. فنون عجيبة. فشنو يلا الاختلاف الكبير ده جمعنا نحن، يعني شكلنا وطن. غير انه نحن بنسكن في مكان واحد ولا بقعه واحده، الانسجام اللي بيناتنا يعني في ربط اجتماعي كده بيناتنا بقى شديد، وصل لدرجه انه الاسر، يعني انا بعرف كل الشباب زملائي اللي قعدنا معاه في الاشباح نحن الخمسه ديل، لدرجه انه شنو احنا وصلنا البيوت كلنا. يعني ناس بيتنا بيجوا بيعرفوا ناس بيت ناس عبد الرحيم مثلا، ناس بيت ناس عبد الرحيم بيعرفوا بيت ناس صوصه، المهم كده، فهمت؟ حلقة تواصل يعني. بس الله يخليك يعني كون وطن، يعني كلنا مختلفين دي ما حاجة بنتفق جميلة في اي شديد. حاجه، والاختلاف ده اللي خلانا احنا نكون جميلين شديد. فشنو الزمن ده احنا كنا ساكنين في بيت، مؤجرين بيت، ونحن كان يعني عندنا جمعيات ثقافيه. عبد الرحيم عنده جمعيه نبراس كان شغال فيها شديد، وانا كونت مع الاستاذ آل احمد النكفار جمعيه قريه في البن. فالجمعيتين ديل كانوا بيخسي من كثير من الكيزان الزمن داكم، كانوا مسيطرين على الوضع شديد، في لدرجه انه شنو هم بيقوا طردونا احنا من الداخليه كلنا باسباب زي دي، يعني بغرض انه احنا تجمعات كثيره وبنوصل حاجاتنا، فهمت؟ فالناس دي قدروا يوصلوا للحاجه دي في البيت ويتكلموا معاه على اساس اننا احنا شنو ما نكونوا قاعدين في البيت ده يعني. باي طريقه تطلعنا، وطلعتنا في فتره حرجه شديد، فتره امتحانات، يعني ما بتحتمل لاي زول انه شنو ممكن يتعامل معاك بغساوه زي دي. يعني زول لو عنده ذره انسانيه ما كان شنو يتعامل معاك بطريقه زي دي، بحكم انه هم جو يتكلموا معاه، يعني ادوها نظره شنو عكسيه عننا نحن، فهمت؟ يعني احنا ما نقعد، واللي هي وصلت لدرجه التهديد عديل. ادوها معلومات خاطئة عنكم يعني. بس الله يخليك، فشنو انا كتبت هنا نص، فالنص انه ممكن يوضح اكثر. عندي فيها كتابات كثيره شديد، يعني جزء منها متحفظ بها، وجزء كان نشرت منها اجزاء كده بسيطه. لكن هسي ممكن اقول لك النص اللي انا كتبته في نفس الزمن الانفعال اللي كان في نفس الزمن. انا جيت قلت لهم في شنو، كان في رابطه كده عند استقبال لطلاب. انا طبعا نائب برامج الاتحاد ما كنت بشارك فيها بالمناسبه، يعني مقاطعهم، كان مقاطع الفكره، لانه الحاجه اللي بيعملوا بها برنامج ده انا كان شايفها حق انه الناس تسكن اكثر من انها شنو تجي تلهو، ولا المهم ده انا شايفها كان حاجات ملحقات. السكن كان شيء اساسي، للسبب ده انا كان بعتذر كثير في برامجهم، هم بيجوا بنادوني لكن بعتذر منهم كثير. ايوه. الله يخليك. نسمع كتبت شنو انت عن الاشباح، ممكن تسمعنا النص يعني. كويس. اليوم داك جات ست البيت عديل، قالت بعنف يا ناسي هوي ارجوك فتشوا ليك بيت، ما قلت لي بس فت شهر، واسي مرت 6 شهور، اديتكم مو الاسبوع عديل تلموا باقي هتيماتكم ديل وتشيفوا لكم فجة تاني ان شاء الله تسكنوا في البحر، ما لي دخل. الدنيا كانت امتحانات، ومشينا نفتش للبيوت وشروطها كانت قاسية جد قاسية. عزابه ولا أسرة تصرفوا بلاغي، قلنا له أسرة مكونة من 5 أفراد لكن ذكور، نشيل همومنا نصوصلها ونشرها في سلك الأمان، تطلع عزوبة مغنية من دون لحن من دون وتر. والسليمان البخيل يدينا من شرع الله آية يا ناسي هوي، ما أصل ربنا وصينا بالصبر الجميل، فصبر جميل والله المستعان. ودوني للإشباح والدنيا كانت ليل، وزرفنا فيها دموع تجرف طهار النيل، احنا الغش تايهين في ظلمة الطرقات، نضحك مضاري الحزن ببسمة نمح الفات، أقلامنا مبرية وتنفس الأوراق، ضوت 8 نجوم، صاح في ديارنا بلوم، السلطة ما بتدوم لزوج شبح مطحوم، لزوج شبع مطحوم، زكيها يا مطحوم، قبال تحول الحول من اتحاد بترول، ما تعاتب العصفور ليه غازل البلور، من اتحاد بتبني يومي في دور ونحن أرض نبور، بتبني يومي في دور ونحن أرض نبور، في العجدة 5 طيور سبحانك. في العجدة 5 طيور. شكرا الشاعر عبد الله أزرق. حابين نسألك سؤال أخير. عبد الله أزرق، فكل الشعراء
في الوقت الحالي ونحن في ظل المدنية. كل الشعراء كتبوا عن الثورة، فاحنا حابين ان نعرف انك انت كتبت على شنو عن الثورة. فأنا بقول مقولة كده، بستلف مقولة للسائر تيشي جيفارا، بيقول فيها إنه أينما وجد الظلم فذاك وطني. فأنا بقول أينما وجد الظلم فيبتدئ النص من هنا. يعني أينما وجد أنت حسيت إن في ظلم، في قهر، يعني ايوه. النص بيبدأ من المكان ده. فأنا اتضامنت كتير يعني مع الثورة دي، وكتبت. بس الله يخليك ما مزايدات ولا أي شيء. ايوه. لكن من بديت كده إنه أنا شنو ما برضى بالظلم يا عم، فهمت؟ يعني دايما شنو بميل للحق، للنصيحة، وبميل لشنو للطبقة بتاعتي اللي أنا كنت جاي منها دي، طبقة زي ما قلت لك طبقة ضعيفة وناس بسيطين على حالهم. فأنا قادر أشيل همومهم دي وأوصلها بطريقة تانية عشان شنو يكون لهم حق المواطن يعيش بحياة كريمة سعيدة زي كل الناس ما أقدر. فده آه. تضامني مع الثورة، وكتبت قصايد كتير يعني حلقات تانية طويلة كده إن شاء الله حسوي لك منها بإذن الله. ان شاء الله. احنا نسمع كتبت شنو، ممكن تسمعنا النص. كتبت نص رمزي شديد اللي هو زرقوية. فده دايما بيكون الختام، دايما بيكون الحلاوة الشديدة. النص يعني أنا في المقام الأول عندي الحبيبة الأولى هي الوطن، والوطن هو الحبيبة الثانية. تحية للوطن. واللي بيجمع بين الاثنين ديل هو زرقوية. زرقوية. الله تحية يخليك. لا من هنا زرقوية. التحية لا زرقوية رحيق الفراشات العزارة، وهي تغازل الأصيل لتعني للطيور ميلاد صباح جديد. نص وطنا بلا جدران فاتح على المنفى مسقوف من الأحزان رجالة بس ولعة زرقوي حلم أطفال مارقين على السرحة شليل وحجلة عناي ممزوجة بإلفة غابات من الأحزان غابات من الأحزان أشواك ما بترحم بلد معلق فوق بين السحاب والموج مدسوس ورا التاريخ مدسوس ورا التاريخ إلا القلم مكسور جبر الخواطر ضم ميل على الشارع ورموها بالتأبين والفاتحة عليه أهلها. ما ذنبي ذاك الموج ما ذنبي ذاك الموج لو السعالي جات رقصت على المطرة سرقت غناوي الريد بغبن وسط هلا دسوها خلف الدين وتشاكوا في مهرة قام لون الشارع وعشان يروح ترى إلا البنفسج صاح معطون في بطن الطين. وين نصك الثاني؟ وين بول وين جرسو؟ وين معبد المهجور؟ يتلملم الشمال بفرحة الفاتحة إلا العرس لسه فتحوها وسط هلا والتخمة ما بترحم بتبين في يوم زعلة ونفوني وسط هلي يقص وجد مرة نجلس مع الأصحاب نتقاسم المرة ما عندي حق البوش بتجابس يا فردة والنيل في عمق الجرح يبسم يزيد أمله تعرض طيول العز فالي طايقة هلا صلوها كان جهرا في السر هو قام لعنة تبعوها سنة موت قبال تتم نفلة دين الفراش مشكوك شان ركة الزهرة حزن القلم يا ناس شان شفع الأورنيش شان أوضة الجالوس شان كل زول موؤود سرقوي وطن النور سرقوي حلم أطفال سرقوي هي الونسة. شكرا زرقويا، وشكرا لصديقي بول ابن الاستوائية اللي هو جمعنا معاه بيت الأشباح بموقف شديد جميل بس في الاستوائية هناك وبرسل له تحايا. شكرا له كثير، شكرا حنينا لي بول، شكرا لك. شكرا شاعر عبد الله أزرق. شكرا مشاهدينا الكرام. ونحن تقريبا وصلنا لآخر حلقتنا. كلمة أخيرة لعبد الله أزرق لمشاهدينك ومتابعينك. فشكرا لك انت لك انت يا كزم، وربنا يوفقك في مسيرتك الإعلامية، وانت مشروع إعلامي كبير قادم بإذن الله، وإن شاء الله كده تحقق كل غاياتنا ونحن نفخر بك. فنحن في حينا العريق حي الوادي، وإن شاء الله نوصل كل ما هو جميل، نوصل كل ما هو سمح في ليلات السمر والإنس زي دي بكوباية شاي جميلة كده ونساب. إن شاء الله نتمنى كل مواهب حي الوادي تتلم في صالون زي ده جميل زي صالونك ده، وإن شاء الله نوصل كل حكاوينا للسهارة لكل الناس، لأي زول يعني إنه بهمه الوطن، بهمه السماحة، بهمه القصائد. شكرا لكم، شكرا شديد. شكرا عبد الله أزرق، وشكرا للمشاهدين ومتابعين قناتنا منوعات كزم، وشكرا لكم متابعين برنامجنا كوباية شاي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة.
دمتم في أمان الله. شكرا.